مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. بما ان مفيش تاني عروض شهريه تتعمل في 2023، فانا النهارده جاي ارتب لكم العروض الشهريه لسنه 2023 من الاسوأ للافضل من وجهه نظري. وحابب افكرك ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. ونبدا بمركز ال11 معانا عرض كراون جول. انا حسيت الدبليو دبليو اي في العرض ده كان بيستخف بعقولنا. العرض كله ما فيهوش غير ماتش بس الوحيد اللي حلو، وهو كان ماتش درو ماكنتاير قدام سيس رولينز. وكمان كان الجمهور مستني ان درو ماكنتاير هو اللي يكسب، لكن سيس رولينز اللي كسب برضه وحافظ على الحزام. وبرضه عندكم ماتش ال اي نايت قدام رومان رينز على حزام اليونيفرسال. كانت الناس كلها متوقعه وعارفه ان رومان رينز هو اللي هيكسب، علشان مش هيخسر الحزام بتاعه دلوقتي، مش هيخسر الحزام بتاعه غير في عرض زي راس المنيا مثلا، ده ان خسروا اصلا يعني. وكالعاده الماتشات بتاعته ما بتخلص غير بتدخل حد من عيلته البلاد لاين، مفيش ماتش واحد فيهم لعبه نضيف. وعندك كمان ماتش لوجان بول قدام ري ميستيريو على حزام اليونايتد ستيت. مشكلتي ما كانتش مع الماتش، مشكلتي كانت مع النتيجه. لوجان بول انا عارف ان هو لما ياخد الحزام هيختفي، لان هو مش مستديم بشكل اسبوعي مع العروض. مش كفايه رومان رينز اللي واخد الحزام بتاعه مختفي، وكمان ما بيظهرش غير كل فين وفين. يعني كده عرض السماك داون دلوقتي اصلا بقى فاضي من الالقاب، بقى عرض بدون القاب خالص. واسوأ ماتش للسنه اللي كان يخليني اطول ادي للعرض ده لو كان في مركز 50 كنت اديتهوله، الماتش بتاع سولو سوكوا قدام جون سينا. يعني ايه سولو ابو صباع ده يكسب جون سينا؟ مصارع على الفينش بتاعه يضرب بصباعه ده كده الفينش، وكمان يكسب جون سينا؟ كل جماهير جون سينا زعلت بسبب الماتش زي ده. يا ريت نشوف جون سينا بيكسب تاني بقى، عشان هو ما كسبش من 2018. ونيجي للمركز العاشر معانا عرض فاست لين. العرض كان مجمل ما كانش وحش، لكن برضو كان تحس ان هو ناقصه حاجه. العرض كله كان قايم بس على 5 ماتشات، من ضمنهم 3 تاج تيم. اول ماتش اللي مش فاهم هو اتعمل ازاي ولا حددوه ازاي ولا امتى، كان كودي رودز وجاي اوسو قدام فين بالور وديمين بريست على حزام الاندسبيوتد تاج تيم تشامبيون. الماتش خلص ان كودي رودز وجاي اوسو كسبوا الاحزمه التاج تيم، وهي فرحه ما تمت لان هو مفيش اسبوعين وخسروا حزام برضو للجادجمنت داي. وماتش بوبي لاشلي والستريت بروفيتس قدام ري ميستيريو وسانتوس اسكوبار، واللي الماتش ده اعتمد فيه على عوده كارليتو مصارع كبير وكان يستحق عوده احسن من كده كمان. وماتش جون سينا وال اي نايت قدام سولو سوكوا وجيمي اوسو. الغرض من الماتش ده ان جون سينا يرفع من قيمه ال اي نايت بس. والمين ايفنت بتاع العرض كان سيس رولانز قدام شينسكي ناكامورا على حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون، والماتش كان لاست مان ستاندينج. وبصراحه الماتش بتاعهم ده اللي لعبوه يعني يندرج من ضمن افضل يعني الماتشات اللي اتلعبت في سنه 2023. الواحد قدر في الماتش ده يشوف موهبه شينسكي ناكامورا المدفونه الحقيقيه بجد، بس مع ذلك برضه ما اخدش الحزام. ونيجي للمركز التاسع معانا عرض باكلاش. عرض باكلاش بشكل عام ما كانش وحش، بس الدبليو دبليو اي ما استغلتش كويس ان العرض معمول في بورتوريكو. الجمهور ده ما كانش قليل بصراحه، وكان مشعل المدرجات جامد. ونيجي للماتشات بتاعته، اغلب النتائج كانت متوقعه جدا. ماتش سيس رولينز قدام اوموس، الماتش اللي اتعمل كده بدون اي اسباب وبدون اي حاجه خالص، واللي كسب فيه سيس رولينز العملاق اوموس. واحتفاظ بيانكا بيلير بحزام الرو ويمنز تشامبيون قدام ايو سكاي، وبرضه احتفاظ ريا ريبلي بالحزام بتاعها قدام زيلينا فيجا. والماتش ده اتعمل بس علشان زيلينا فيجا من بورتوريكو مش اكتر يعني، وفي الاخر خسرت. ونيجي للماتش اللي بعد كده، اوستن سيري اللي معاه حزام اليونايتد ستيت تشامبيون شيب قدام بابي لاشلي وبرونسون ريد. الماتش بصراحه كان حلو جدا، والاثنين العمالقه دول كانوا عاملين يدبوا في بعض، بوبي لاشلي وبرونسون ريد. وكنت هفرح قوي لو شفت بوبي لاشلي كان بيكسب، بس في الاخر اللي احتفظ بيه العيل اللي اسمه اوستن سيري ده. والماتش اللي بعده سامي زين وكيفن اوينز ومات ريدل قدام الاوسوس وصباع سولو سوكوا. بصراحه انا شايفه ماتش ملوش لازمه، هم ليه مش بيلعبوا على الاحزام اللي مع سامي زين وكيفن اوينز؟ وفي الاخر كسب الفريق بتاع سولو والاوسوس. من اهم الماتش في العرض واللي عاملين العرض بسببه، وهو المغني باد باني قدام ديمين بريست، والاثنين من بورتوريكو. بصراحه الماتش كان حلو جدا، وانت تستغرب ازاي باد باني عارف يلعب مصارعه. وهم اعتمدوا ان هم يخلوا الماتش ده نو ديسكواليفيكيشن علشان باد باني يستخدم الاسلحه، علشان هو فعلا في المصارعه ملوش حركات كتير، ويحاول يغطي على الحته دي. وبصراحه ديمين بريست كان له دور كبير ان هو يقدم باد باني بالشكل ده. وشفنا في الماتش ده بصراحه ظهور كارليتو اللي قلب المدرجات كلها، وسافيو فيكا مع بقيه فريق اعضاء ال دبليو او، وضربوا دومينيك ميستيريو وفين بالور. وفي الاخر انتهى الماتش بفوز باد باني على ديمين بريست. وماتش المين ايفنت العرض باكلاش كان كودي رودز قدام بروك ليسنر. بصراحه ده كان اكتر ماتش عجبني في الثلاثيه بتاعت بروك ليسنر وكودي رودز. بصراحه بروك ليسنر كان مبهدل كودي رودز، كان كل شويه مصبحه بعلقه ومسيه بعلقه في العروض الاسبوعيه، وحتى في الماتش ده كان مبهدله. فطريقه فوز كودي رودز على بروك ليسنر كانت بالنسبه لي مقنعه، انه عارف يخطف الماتش. تقييمي للعرض ده بصراحه بشكل عام اديله 6 من 10. اصل فين رومان رينز؟ فين جونسر؟ ليه مش عاملين ماتشات قويه؟ الجمهور بصراحه كان قايم بدور حلو قوي جدا في العرض ده، فكانوا يستحقوا بصراحه ان هم يشوفوا ماتشات حلوه. انتوا مش عاملين غير ان هم 2 بس الماتشين اللي كانوا حلوين في العرض كله، والباقي كله كان حشو. ونيجي للمركز الثامن معانا عرض باي باك. من اهم الاحداث اللي حصلت فيه ظهور كودي رودز واعلان انضمام جاي اوسو لروستر عرض الرو. وعندكم ماتش بيكي لينش قدام تريش ستراتوس جوه قفص الستيل كيج. محدش كان متوقع ان الماتش ده يقدموه بشكل حلو، وبالذات ان تريش عندها 47 سنه
ومستواه كان حلو جدا، وانتهى الماتش ده بفوز بيكي لينش. وماتش زاميز قدام ال اي نايت، وكان حكم الماتش ده جون سينا. الماتش ما كانش وحش وقدموا ماتش حلو، بس طبعا معروف ان الغرض من الماتش ده وهو الدفع بال اي نايت. وفي الاخر الماتش ده جون سينا سلم على ال اي نايت ورفع ايده وقال له هي دي لحظتك، وساب له تحيه الجمهور كلها ومشي عشان ال اي نايت ياخد التشجيع كله. وماتش سيس رولانز قدام شينسكي ناكامورا على حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون، والسيناريو بتاعهم بصراحه كان حلو جدا، وشينسكي ناكامورا عرف يطلع موهبته في السيناريو ده، واعتمد انه يركز على اصابه سيس رولانز اللي في ظهره. بس في الاخر سيس رولانز عرف يكسب الماتش واحتفظ بالحزام. واهم ماتش في العرض كله بصراحه واللي كان جامد جدا، سامي زين وكيفن اونز قدام ديمين بريست وفين بالور. في الاول بصراحه كنت متضايق من الماتش لان هم كانوا بيلعبوا بصراحه كل اسبوع في عرض الرو، فكان ايه الجديد اللي هشوفه من عندهم. بس بصراحه قدموا مستوى تاني خالص ولعب تاني جديد خالص، والماتش ده يثبت لك قد ايه فعلا سامي زين وكيفن اونز موهبه مدفونه. وانصحكم بصراحه انك تشوفوا الماتش ده، الماتش جامد جدا. هتحسوه في الاخر ان 2 قدام 5 مش 2 قدام 2. وانتهى الماتش بفوز ديمين بريست وفين بالور بهزيمه التاج تيم. وتقييمي للعرض ده 7 من 10. ونيجي للمركز السابع معانا عرض ماني ان ذا بانك. من اهم الاحداث برضو اللي حصلت فيه ظهور جون سينا مفاجئ، واتكلم ان الدبليو دبليو اي ناويه تعمل راس المنيا في لندن، وبعدها ظهر له جريسون وورر عشان يقطعوا في الكلام، وجون سينا عمل له الفينش وخلصت الفقره دي على كده. وماتش جونسر قدام مات ريدل، وفوز جونسر على ريدل واحتفاظه بحزام الانتر كونتيننتال، والظهور المفاجئ للمحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير واعلانه تحديه لجونسر على حزام الانتر كونتيننتال. وماتش ماني ان ذا بانك الرجالي، فوز داميان بريست بالشنطه وكان صراحه فوز مستحق. وبرده ماتش السيدات على الشنطه وفوز اي سكاي بيها. وماتش كودي رودز قدام العاق ابن ري ميستيريو اللي ملوش لازمه وفوز كودي رودز، واحتفاظ سيس رولانز بحزام الورلد هيفي تشامبيون قدام فين بالور. وماتش المين ايفنت الماني ان ذا بانك، الاوسوس قدام رومان رينز وسولو سوكوا. برضه الماتش ده يعتبر من اجمل الماتشات اللي حصلت في 2023، واللي انتهى بفوز الاوسوس على رومان رينز وسولو سوكوا بعد تثبيت رومان رينز اللي ما خسرش من التثبيت خالص الا في 2019 قدام بارون كوربن. وتقييمي للعرض ده 8 من 10. ونيجي للمركز السادس معانا عرض نايت اوف تشامبيونز. واغلب ماتشات العرض بصراحه كانت حلوه جدا، زي ماتش سيس رولانز قدام ايجي ستايلز على حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون، وماتشهم بصراحه كان حلو جدا، وكانت معافره من ايجي ستايلز ان هو يحاول يكسب، وانتصر في الاخر سيس رولانز، واصبح سيس رولانز اول مصارع يشيل حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون. وماتش مصطفى علي قدام جونسر على حزام الانتر كونتيننتال، بصراحه كان نفسي مصطفى علي هو اللي يكسب، بس للاسف جونسر اللي كسب في الاخر واحتفظ بالحزام. وماتش كودي رودز ابو دراع اللي كان مجبس دراعه وبيلعب بروك ليسنر سوبرمان يعني، وانتصر بروك ليسنر عليه في الماتش ده، ويشهد يا تاريخ اول اغماء يحصل من تاني الدراع بحركه الكاميرا لوك اغمى عليه كودي رودز. بصراحه مش لاقي تفسير بصراحه للاغماء اللي جاي من الدراع ده. واهم ماتش واحلى ماتش رومان رينز وسولو سوكوا قدام كيفن اونز وفخر العرب سامي زين. من احلى الحاجات اللي حصلت في الماتش بصراحه دخول سامي زين بالجلابيه قبل ما يبدا الماتش، مسك المايك وقدم نفسه واتكلم عربي، يعتبر بصراحه من اجمل اللقطات اللي حصلت. الماتش ده بصراحه كان مليان احداث كتيره قوي، وشفنا انقلاب الاوسوس على رومان رينز لما جيمي اوسو ضربه، وانتصر في الاخر كيفن اونز وفخر العرب سامي زين، واحتفظوا باحزمه الدبليو دبليو اي اندسبيوتد تاج تيم تشامبيون. وتقييمي للعرض ده 8.5 من 10. ونيجي للمركز الخامس معانا عرض الرويال رامبل. بصراحه عرض الرويال رامبل ده كان احسن من بتاع السنه اللي فاتت بكتير. وماتش الرويال رامبل الرجالي شفنا فيه عودات جميله جدا، زي عوده بروك ليسنر، وشفنا بوكر تي بيلعب لاخر مره، وعوده ايدج عشان يكمل عداوته مع الجادجمنت داي. بس النتيجه بتاعت الرويال رامبل كانت محروقه، لان احنا كلنا كنا عارفين ان كودي رودز هو اللي هيكسب، وكان لسه راجع من الاصابه، اول حاجه عملها كسب الرويال رامبل على طول. وماتش النسائي للرويال رامبل اللي كسبت فيه ريا ريبلي. وشفنا اخر ماتش للراحل بري وايت، كان اخر ماتش مصارعه لعبه كان قدام ال اي نايت وانتصر فيه. والمين ايفنت لعرض الرويال رامبل ماتش رومان رينز قدام كيفن اونز على حزمه الاندسبيوتد دبليو دبليو اي يونيفرسال تشامبيون. وللماتش ده اللي كان محطوط فيه سامي زين تحت التهديد، يكمل ولاءه لرومان رينز ولا هيقلب عليه عشان كيفن اونز صاحب عمره. وانتصر رومان رينز في الماتش ده، وطلعوا بقيه اعضاء البلاد لاين قعدوا يضربوا في كيفن اونز، وسامي زين طبعا كان على جنب مش عايز يجي ناحيه صاحبه، ورومان رينز ادى الكرسي لسامي زين وقال له يضرب بيه كيفن اونز. وحصلت لقطه من اجمل اللقطات اللي حصلت في السنه كلها، انقلاب سامي زين على رومان رينز وضربه بالكرسي، الضربه اللي قومت الناس كلها من على المدرجات وقلبت المدرجات كلها. وانتهى العرض سامي زين وكيفن اونز مضروبين ومرميين في نص الحلبه. وتقييمي للعرض ده 9 من 10. ونيجي للمركز الرابع معانا عرض اليمينيشن تشامبر. العرض كان مستواه عالي جدا وحلو قوي، ومن اهم الحاجات اللي حصلت فيه ماتش اليمينيشن تشامبر الرجالي اللي كان على حزام اليونايتد ستيت. كان اكتر حد عجبني في الماتش ده كان جوني جارجانو، وكل المصارعين اللي فيه قدموا بصراحه مستوى حلو، بس ما يعيبه هو النتيجه اللي في الاخر، ان اوستن سيري حافظ على حزام اليونايتد ستيت، ومع ذلك كان فضل مدفون معاه برضه ولا له اي 30 لازمه. وماتش اليمينيشن تشامبر النسائي فازت فيه اسكا. واهم ماتش في العرض كله سامي زين قدام رومان رينز. يعتبر القصه دي من اجمل القصص اللي حصلت في دبليو دبليو اي في ال10 سنين الاخر، والكل كان مستني ان سامي زين هو اللي ينهي القصه بفوزه بالاحزمه، لكن رومان رينز هو اللي مازال محتفظ بالاحزمه برضه وكسب الماتش ده. العرض ده كان ممكن احطه في المركز الاول لو كان سامي زين كسب، ساعتها القصه هتخلص وهتبقى اجمل حاجه اتعملت في دبليو دبليو اي. وتقييمي للعرض ده 9 من 10.
نيجي للمركز الثالث معانا عرض سمر سلام، واهم الاحداث اللي حصلت فيه فوز لوجان بول على ريكوشيه، وفوز ال اي نايت بالباتل رويال وبدايه انطلاقته، واجمل ماتش اتعمل بين سيس رولانز وفين بالور، واللي انتهى في الاخر باحتفاظ سيس رولانز بالحزام، وانتهاء الثلاثيه لكودي رودز وبروك ليسنر بفوز كودي رودز، وماتش رومان رينز قدام جي اوسو اللي انتهى بالخيانه من توأم جي اللي هو جيمي قلب عليه، واحتفاظ رومان رينز باللقب. وتقييمي للعرض ده 8.5 من 10. ونيجي للمركز التاني معانا عرض سرفايفر سيريس. طبعا الكل هيتضايق جدا ان انا ما حطوش في المركز الاول، هو يستاهل المركز التاني علشان رجوع سي ام بانك وراندي اورتن، والعرض ما كانش هينجح غير برجوع الاتنين دول، وفعلا عودة سي ام بانك من اجمل الحاجات اللي حصلت في 2023. الماتشات اللي في العرض كلها بصراحة كانت حلوة، فتقييمي للعرض ده وعشان رجوع سي ام بانك وراندي اورتن فهو هياخد 10 من 10. ونيجي للمركز الاول معانا عرض راس المنيا. عرض راس المنيا السنه دي بصراحه كان جميل جدا، لكن الحلو ما يكملش للاخر، لان اوحش حاجه حصلت في العرض بصراحه بالنسبه لي ان شفت جون سينا بيخسر قدام العيل اللي اسمه اوستن سيري ده، وده كان في الليله الاولى. والليله الاولى بصراحه كان فيها اهم ماتشين حصلوا، ماتش ريا ريبلي قدام تشارلوت اللي انتصرت فيه ريا ريبلي احلى حاجه، والماتش اللي خد 5 نجوم سامي زين وكيفن اونز قدام الاوسوس، وطبعا اللي انتهى بفوز سامي زين وكيفن اونز. الماتش ده حرفيا مليان دراما ومشاعر، ده غير اللعب القوي اللي هم عملوه. في الليله الثانيه من اهم الماتشات اللي حصلت فوز سيس رولانز على لوجان بول، واحتفاظ جونسر بالحزام بتاعه قدام شيموس ودرو ماكنتاير في ماتش من اقوى الماتشات اللي حصلت في الليله الثانيه، واللي اخد تقييم 5 نجوم برضه. وماتش كودي رودز قدام رومان رينز، واللي انتهى بفوز رومان واحتفاظه باللقب لحد دلوقتي، ولسه مش عارفين هيخسروا امتى. لكن بشكل عام راس المنيا بصراحه الليله الاولى كانت احلى بكتير. وبكده احنا في انتظار عرض الرويال رامبل اللي هيبقى في اخر شهر 1، وكلنا متحمسين، ولسه قصه رومان رينز شغاله، وملامح راس المنيا بدات من دلوقتي. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه هو ترتيبكم للعروض الشهريه. وهنا نكون خلصت معاكم الحلقه. سلام عليكم.